شوف مصلحه الاهلي، شوف مصلحه الاهلي فين واعملها. واعملها. انت هتطلع تبرر اي حاجه او تطلع تشرح اي حاجه، مش تبرر، تشرح اي حاجه هتقابل بالرفض والعناد ويجيب لك من اليمين والشمال. يا راجل مثلا الزمالك، ما دام دخلنا الاهلي هنخش الزمالك. جمهور الزمالك شتم مرتين. الماتش الثالث اللائحه بتقول كده، يطلع الراجل المسؤول عن المسابقات يقول لك انا بدي فرصه لنادي الزمالك بس همنع دول، بس هدخل الماتش اللي جاي. حلو؟ ده راجل خايف على احساس جمهور، هيجامل النادي الاهلي الناحيه الثانيه وهو خايف على احساس جمهور ثاني. ففكره ان انا ابرر على اي حاجه تخص النادي الاهلي خلاص مش مشكله. وانا بقول كده الاهلي حارب على السته اجانب. هو السته الاجانب اللي هيقللوا المستوى الفني والغاء الهبوط ولا مش هيقلل المستوى؟ هو ام بنفسه ده كان عنده قدره ماليه من 8 9 سنين 10 سنين، وكان بيشتري اللي هو عايزه وبيجيب اللي هو عايزه. النهارده بقت سياسته مختلفه، بيدور على اللعيبه المصريه في الوقت الحالي. انت بتدور على مستوى، انا بدور كمان على مشاركات وبروح كاس عالم انديه. مش من المنطق، هل من العدل ان انا لاعب جنوب افريقيا مثلا فرقه زي صن داونز عندها 6 7 8 محترفين وانا عندي 3 4 5؟ هي الفكره مش في عدد المحترفين، الفكره في السياسه والتاسيس. اجيب المدرب اديله 10 12000 جنيه وعايز يطلع لي ميسي، ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ تمام؟ ازاي؟